جمال، مفيش حاجه تتقال بعد الدكتور جمال. بس طبعا يعني في حاجات عندنا دلوقتي كثيره. اول حاجه هتبقى جلسه الفضفضه، صح؟ شغاله جلسه الفضفضه. هي دكتوره عائشه بتقول لي كلام انا يعني مصدقته. جلسه الفضفضه شغاله ولا مش شغاله؟ تعالي فهميني. ما انا ما اعرفش. عادي الناس عادي يعني، طالما ان بابليك ونو فيلينج مفيش مشكله يعني. طب يا جماعه شكرا. احنا دلوقتي معانا كمان نوايا بيعملوا خبيز للعيش والبيتزا، كلها منتجات طبيعيه وعايزين الناس تروح تجرب بنفسها. ومعانا كمان دكتور محمد السرجاني دانتال اكزامينيشن فور فري، اي حد اسنانه بتوجعه يروح على طول على اوبيا يكشف. ومعانا كمان مستشفى اندلسيه منورانا بتعمل قياس ضغط وسكر فور فري. وكمان بقى معانا حاجات تانية كتير جدا. معانا ناس بتعمل اكل صحي وناس بتعمل سكين كير وحاجات منتجات كلها مصرية 100%، وفي نفس الوقت كمان بتخدم الصحة الجسدية والصحة النفسية. خليكم معانا. احنا دلوقتي البروجرام عامل ازاي؟ تعالي استنى. البروجرام عامل ازاي عشان الناس تبقى عارفة كده. ايه ده دلوقتي؟ لا، هنبقى بعد ده فضفضه شغاله دلوقتي. اللي عاوز يفضفض يروح. نوايا هتعمل زي ورشه لتعليم خبيز العيش في البيت، صح؟ تمام. والبيتزا في البيت، ده هتبقى الورشه اللي مع نوايا برضو شغاله. اللي حابب يتعلم، اللي حابه طبعا، مش اللي حابب احنا بناكل بس انما ما بنطبخش. وبكره الصبح يا جماعه الساعه 11 عندنا يوجا هنا اون ستيج. كل واحد يجيب معاه المات بتاعته ويجيب لبس مريح علشان هنعمل هنا جلسه يوجا. وكمان معانا هاند ميد جاليري هتعلم الناس ازاي يعملوا مكرميه فور فري عشان لو حد عايز يعمل مكرميه في بيته. الى جانب ان احنا معانا جلسه فضفضه بكره تبع اكاديميه زهوه للتدريب والاستشارات. وفي عندنا سينجر كمان بكره جايه هتغني اغاني الغزه. وعلى بالليل كده باذن الله بره هنكمل تكريمات لباقي الدكاتره الجمال اللي معانا، وان شاء الله يكون الايفنت عجبكم. انا بس عايز اسال حاجه دلوقتي. دكتور هاني عصام موجود معانا، ممكن موجود لفه فممكن نكرمه ونسمع منه كلام، لان هاني هو اسمه ايه في خالي العيال. على فكره الدكتور هاني عصام هو مشهور بخالي العيال، بالتالي ما فيش حد فيكم مش عارفه. هو يعني الكلمه بتاعت العيال دي هي اللي شهرته، خال العيال. فهو كل لما بيطلع في الفيديوهات بيتكلم على العيال. هو هيبقى معانا دلوقتي وهيتكلم على صحه الطفل، وان شاء الله هنقوم بتكريمه بعد التوك بتاعه. شكرا. فدكتور هاني عصام جاي من هناك من بعيد اهو، من الركن البعيد الهادي. طبعا هو مش هادي ومش عادي، شخصية متميزة في مجاله، في مجال طب الأطفال، وبينجي ناس كثيرة جدا وأطفال كثيرة جدا عن طريق البريفنشن والوقاية. مشهور على السوشيال ميديا، عامل قلق في كل العالم وفي كل الدنيا. وقبل ما نكرم الدكتور طبعا في سالوتا كمان معانا دكتور امراض جلديه، لو اي حد عايز يروح في البوث بتاع سالوتا عشان يكشف اي حاجه جلديه فور فري. سالوتا. طيب هو طبعا اكيد طالما دكتور هاني، هتطلع فوق ولا تحت؟ لا تعالى فوق احسن. تعالى فوق مع بعض عشان الناس كلها منتظراك. طيب تقدمه بس كده. الدكتور هاني عصام هو من ما بحبش الكلمه دي بس بقول من الاطباء الشبان او الشباب اللي عنده حيويه وطاقه فظيعه. كل ما بكلمه الاقيه بيعمل حاجه وهيخلص حاجه وبيروح يعمل حاجه، وبعدين بيكلمني وبيقعد يشرح لي ازاي بنعمل كذا وازاي بنعمل كذا. وده اللي بيعمله حتى على السوشيال ميديا، بيعمل حاله، بيعمل قلق عند كل الناس، بس علشان خاطر الامهات والاباء والاطفال. في حاجات كتيره قوي 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 غلط. هو هيبتدي كمان مبادره ومبادرات لحاجات كثيره جدا خاصه بتصحيح المفاهيم في المحافظات المختلفه. صح الكلام اللي انا بقوله ده؟ كبير قوي على الكلام ده. لا حبيبي، ازيك يا دكتور؟ ازيكم عاملين ايه؟ السلام عليكم الاول، ويومكم سعيد وان شاء الله بالتوفيق. هو في حاجه بس عجبتني قوي النهارده، اللي هو شغل الهاند ميد او شغل الكرافت. بالنسبه للاطفال، ايه اللي منعنا من ان انا اطلع عيالي
ان كل واحد فيهم بيعرف يعمل شغل البيت، بيعرف يشتغل بايده، يعرف يسوق الحاجه الخاصه اللي موجوده، ان هو الولاد التانيين او البنات ان هم بيعرفوا يعملوا اكل صحي، انهم يبقوا كويسين ويسوقوا له، منهم استفادوا ومنهم يفيدوا اللي حواليهم. الاعتماديه بالنسبه لهم نطلع جيل ولو على الاقل بدل ما هو بيدنوا لحد سن 30 و35 عايز مامته تشيله على كتفها، لا يبقى مفطوم من بدري ومتربي، او بمعنى صح اللي هو بنسميها ايه، اللي هو رضع اعتماديه. مين اللي يعمل الكلام ده؟ ملهاش علاقه بمين يقول لك اصل انا جاي من الحته الفلانيه او انا المستوى الاجتماعي بتاعي كذا، لا ملوش علاقه. هي ده الاولى بان البني ادم لما دماغه تبتدي تتطور اكتر في انه يزود المجهود اللي يطلع من ورا عياله ناتج في سن بدري، والا نوصل عند سن 12 و15 و17 سنه ومطلعين معلش في اللفظ يعني متكسحين، عايزين حد ياكلهم ويشربهم وينظف وراهم ويخدمهم، وفي النهايه خالص محدش بيشكر وكل يوم نيجي من وراهم مصيبه شكل. ده اللي احنا بنتكلم على اساسه. دي اساسيات الشغل اللي انا شغال عليه. هو حاجه واحده، ان انا بستفيد من الشغلانه بتاعتي ان انا كدكتور بان انا عندي معلومه اوصلها للناس كأن انا بنصح لاولادي. فتخيل بقى مستوى لما انا بنصح لاولادي هتبقى ازاي. دي واحد. الثانيه، وانا بنصح لهم باكد على ان النصيحه توصل لهم بالطريقه الفلانيه وانها هتطبق بالطريقه كذا، ولو ما اتطبقتش هيبقى في مشكله من وراه. طب انا شغلتي ان انا الحق المشكله وانها قبل ما تظهر، وان حصلت افاديها، وان حصل من وراها مشاكل اعالجها، وبعدها كمان اللي هو اللونج تيرم كمان ان انا الاستفاده منها على المدى الطويل ان انا اطلع الفايده اكتر او ان انا امنع حدوثها على المدى البعيد. ده عندي سؤال، ايه اشهر الحاجات الخطأ اللي انت تعرضت ليها وبرضه بتكررها وهم الناس بيكرروها ومستمرين فيها؟ انا عاوز كل الامهات اللي عندها اطفال وكل الاطفال يجوا هنا عشان هنناقشهم. يعني دكتور هاني مش جاي يدي محاضرة ولا جاي يتكلم كده كلام وخلاص، لازم اللي عنده حاجة واللي عايز عنده سؤال او عنده معلومة. انا شايف اطفال كتيرة هنا وامهات، فاحنا موجودين لهذا الغرض. بس هرجع تاني واسأل دكتور هاني، خال العيال، الاسم ده جميل جدا برضه، بس الخال ده خال والد وحاجات، انت اخترته ازاي صحيح الاول قبل القصه بتاعت؟ يعني يمكن في ناس كتيره ما تعرفوش. هو باختصار خالص، كان عندها مشكله طوارئ، لقيتها في كومنتات الشكوى بتاعتها ان طفلها كان الحراره بتاعته 40 وهي مش عارفه تلحقه، وكان لسه اول بيبي وعنده 7 شهور على ما تبتدي تقوم، وكان في مشاكل وجوزها ما كانش متاح وهي موجوده في حته بعيده وفي اماكن لسه مدن جديده، فازاي ان حضرتك تلحق تشوفها من ضمن الكومنتات. ده نصيب يعني، ما كانش حاجه عندي ان انا بألف في التعليقات لبوست انا كاتبه في بالليل اللي هو بقول مين تعبان، مين عنده مشكله، مين عنده طوارئ، فطلع الكومنت ده قدامي بالصدفه. لا مش خلي العيال، ان كانت المشكله اللي عنده احنا لحقناها. فتاني يوم او تالت يوم، يعني الكلام ده كان حوالي الساعه 3 بالليل، على ما اطمنا عليه لقيتها بعتلي رساله 5 الصبحيه، تاني يوم الصبح بتقول لي حسن بيشكرك يا خالو. بس فدي الاساس. الحاجه اللي احنا بنقعد نتكلم فيها بالنسبه للاهالي ونقول لهم نفس المشكله وبتتكرر، الا وهي ما بناخدش فيتاميناتنا، ما بناكلش كويس، ما بنظبطش صحيان ونوم، ما بندورش على عادات صحيه كويسه بالنسبه لنا. كبار وصغيرين نقص فيتامين د ونقص زنك. بالنسبه للصغيرين الانيميا مضيعاهم، الامهات والجماعه الحلوين اللي رايحين وجايين نسبه الغده عندهم مش مستقره واغلبهم عندهم مقاومه انسولين. فبنقول يا جماعه اظبط اكلك، شربك، صحيانك، نومك. فيتامين د بالنسبه لك تابع صحتك، اكلك وشربك. الاكل والشرب او اللايف ستايل ملوش علاقه بحته هو راكب ايه ولابس ايه، لا هو علاقته بابسط حاجه، من اول المجهود بتاعه، المواعيد صحيان، للنوم، لدخول الحمام، لغسيل الايدين، لغسيل السنان، لاخدان فيتامين د اللي هو حاجه ببلاش كده. بس احنا كلنا مقصرين فيه. يقول لك لا ما احنا بنقوم الصبحيه ونتعرض للشمس. تعرض للشمس امتى؟ نتعرض للشمس الظهريه؟ ابدا، كلنا كنا بنهرب من الشمس. طب خدنا الفيتامين د؟ لا. طب طلعنا في الوقت الفلاني؟ مفيش. طب انت عملت مجهود؟ مفيش. طب انت بتمسك الاستريس بول وتتحرك علشان خاطر تبقى في غنى عن هشاشه العظام اللي ممكن تجي لك على مستوى المفاصل او العظم؟ مفيش. احنا بنتكلم في حاجه ببلاش. فمين اللي يعمل الليله دي؟ مين اللي يطلع سلم دور واحد زياده؟ الاقي الناس تقول لي يا عم احنا ما عندناش عظم عشان نتحرك. لما اجي اتكلم مع حد والاقي
انت مثلا سي حد مدخن ودي مجالك بقى، طب انت بتدخن، هل انت حكمت صحتك الاول على حاجه معينه وانت بتسحب تدريجي في مقابل ان انت تكسب صحتك على المدى الطويل ولا لا؟ هو دي الحاجات اللي احنا بنقعد نسال فيها، فبنقول خدتوا فيتاميناتكم النهارده ولا ما خدتوش؟ واحنا معانا ايفا واندلسيه يعني المالتي فيتامين بالنسبه لحاجه الاطفال دي معانا، وفيتامين دي كده احنا بناخد الفيتامين ده بتاعه بس. اتفضل. انت قلت حاجه كده في النص مش هعديها، انا عايزك بس تيجي كده ايه في النص، لان انا او دكتور وكل حاجه اول مره اعرف ان في مقاومه انسولين عند الاطفال، يعني دي جديد. انا عارف ان مقاومه الانسولين دي بتيجي مع الوقت، لما الواحد يكبر جسمه بيبتدي يحصل له مقاومه انسولين، فانا عاوز تركز وتقول ايه هي حتى مقاومه الانسولين، لان في ناس مش فاهماها. يعني في تويت عاملها على اكس النهارده، وانا جاي بقول ايه يا جماعه، ارحموا نفسكم من البطاطس المحمره، جنابنا دلدلت والكروش كبرت ومش قادرين نلمها. عند العيال الصغيرين من سن سنتين فما فوق، اي واحده بتيجي تستسهل تقول لك انا العيل ما بياكلش فاروح عامله له ايه؟ اروح عامله له بطاطس محمره. مره في مره الاقي العيال الصغيرين اكلهم بقى عباره عن ايه؟ عباره عن نشويات، النشويات اتحولت لدهون. العيل الصغير من فوق السنتين اكتشف ان الطفل من دول فيتامين د بتاعه ناقص، نلاقي العيل مجهوده قليل، الاقيه تخن، واحنا عندنا معدلات الاوبيستي عاليه اللي هي السمنه بالنسبه للاطفال عليت، الاقي العلامات بتاعتهم بقى العيل الصغير كرشه، العضو اختفى، جسمه العلامات بتاعه التسدي والكلام ده، مجهوده ضعيف، العلامات السمراء اللي موجوده هنا بالنسبه للاطفال. ما هو احنا بناكد على الاهل بنقول لهم من سن سنتين، فانا هوصل لليفل السنتين ده في سنه وسنه ونص وسنتين، احنا ما عملناش حاجه مع العيال الصغيرين. الاقي ام تيجي تكلمني تقول لي انا العيل ما بياكلش فانا هعمل حسابي ان انا بديله نشويات. طب نشويات استفدنا بايه؟ خد ايه في كالسيوم، خد ايه في بروتين، خد ايه في حديد؟ بس ادي كل الحاجه معايا. فالحاجات السمنه بتحصل مع الاطفال من سن صغير، النسبه بتاعت الكوليسترول والدهون الثلاثيه والكلام ده كله عالي جدا عند الاطفال، المعدلات بتاعتها عاليه. وبقينا يعني اخر توصيه انا لسه سامعها من دبلومه كنت باخدها من فتره، ان سن 10 سنين اي حد عنده طفل عنده 10 سنين يروح يعمل له الليبيد بروفايل كامل، اللي هو بروفايل الدهون كامل في السن ده. اي حد معدي من هنا يروح يعمل نسبه فيتامين د، وفي معامل بتعملها بخصومات، اعمل نسبه فيتامين د عشان خاطر نكتشف ان احنا في مشكله كبيره. دايما بتقال كده، لو انت قمت الصبحيه ومش عايز تشتغل ركز في الحته دي، يبقى اعرف ان فيتامين د الناقص اللي عندك هو اللي منعك. ليفل الاكتئاب فيتامين د، المناعه فيتامين د، هشاشه عظام فيتامين د. الناس اللي موجوده دي كلها حد خد منهم فيتامين د؟ ده انا مقصر فيه. مين بقى ما خدش؟ هي دي الفكره. انت فعلا صدمتني، لان انا ما اعرفش ان فيتامين د فيه نقص عند الاطفال الا في السن الصغير اللي هو بنسبه 70% يمكن من السيدات، والاطفال كده موجوده عندهم النسبه قليله، زيها زي الانيميا اللي بنقولها 4 من اصل 5 او 6 من اصل 10 حالات برضو عندهم انيميا. فتخيل بقى نقص الفيتامين د ونقص الزنك، وبقى اي حد معدي من عندنا في العياده او او عندنا على الصفحه بنقول ايه؟ خدت فيتامين د، خدت الزنك، خدت الحديد بتاعك، عملت تحاليلك الدوريه ولا ما عملتش؟ وبالمناسبه بس عشان خاطر الناس اللي معاهم اطفالهم، لو طفلك من سنه او من 9 شهور فما فوق ما عملش في رينج السنه او سنتين تحليل صوره دم او نسبه فيتامين د او كالسيوم، بعد اذنك انزل اعمله لطفلك. دي مهمه قوي. وبرده الحاجه اللي صدمتني حته الدهون، الكوليسترول اللي احنا كلنا دايما فاكرين ان هو البطاطس واشياء اخرى والناجتس والحاجات الجميله. وطبعا القصه بتاعت مقاومه الانسولين، كل دماغي برضو ان مقاومه الانسولين ده في الناس الكبيره بس، انما في الاطفال ال 10 سنين بتحصل، لان ببساطه انت اكلك تعبان فانت بتاكل نشويات، النشويات ترفع السكر بالنسبه لك، السكر معانا يرفع الانسولين، يبتدي ينزل السكر، تبتدي تجوع، تحاول توصل للدرجه ان انت عندك اشتهاء للسكريات اكتر، فتبتدي تسدها بانك انت بتاخد حاجات السكر بتاعها عالي. بمرور الوقت تلاقي سكر نوع تاني، والالتهابات التانيه سواء كان بتاع التهابات المفاصل ولا موضوع السمنه بالنسبه للاطفال، فده موجود ونسبته بتعلى. فاحنا دايما بنقول للاهالي بعد اذنك لو طفلك في رينج ال6 ل10 سنين الاولانيين ما وديتوش رياضه نوع 1 أو 2 و3 وابتديت توجد له اكتيفيتي ومرمطه وملففه حوالين نفسه، الطاقه دي هيطلعها على الموبايل، هيطلعها بمشاكل صحيه، هيطلعها بامساك، هيطلعها بسكر نوع تاني، هيطلعها بان معدلات التركيز بالنسبه له قليله، ونرجع تاني نقول هي العيال مناعتهم راحت فين وتركيزهم راح فين، ونكتشف ان هي بحاجات ببلاش خالص وببساطه خالص، اللي هو ايه؟ طلع العين
عينه ونزله السلم يعمل حاجه، ابعته اول البيت ورجعه وقول له روح شوفني على اول البيت ويرجع تاني. هو عنده طاقه، فلو هو ما طلعهاش في الحاجه الحلوه هيطلع في الحاجه الوحشه واحنا الخسرانين. ربنا يكرمك يا دكتور هاني. وطبعا انت مغير عند ناس كتيره قوي مفاهيم كتيره كل يوم على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، وما اعرفش ايه الاكس دوت. انا اول تويتر سابقا، تويتر سابقا، اكس سابقا، مش عارف والله. انا المهم من يومين بكلم دكتور هاني بقول له بقى وهتيجي والايفنت ومش عارف ايه والكلام ده، فلقيته خدني في محاضره على حاجات عوالم السوشيال ميديا عنده متقدمه جدا، لانه هو حاببها، لانه هو عاوز يوصل ويغير وشايف تاثيره على السوشيال ميديا. المرحله الجايه انت ناوي تروح المحافظات، ناوي تروح لاماكن كتيره، هتبقى على ارض الواقع. والبدايه من ويل كلاب سيركل، صح؟ من التجمع نتيم مول، وهتكمل بقى على فين بقى المرحله الجايه؟ هو احنا لسه متفقين مع في سموحه في اسكندريه، متفقين مع كام حد لسه هنبتدي نخطط ونشوف هيبقى لنا ستاند معاهم ولا لا. دي سموحه، وفي سوهاج في راس السنه، وفي اتفاق دلوقتي مع ناس في اسوان. فربنا يسهل ونشوف بس اذا كان انتوا هتعملوا لنا سبونسر شيب ولا تيجوا معانا ونبتدي نلف الجمهوريه كلها ونرفع الوعي بالنسبه للناس. ومعانا ناس في بورسعيد ان شاء الله نتفق معاهم. حلو. ما انا قصدت كده فعلا. اي حد يعني اندلسيه اهوت الحمد لله معانا بالفيتامينز بالكلام ده، مش طبعا مش اجبار ومش بدبس حاجه في حد في حاجه، انما عاوزين فعلا نتحرك من هنا لكل مكان. معانا دكتور هاني عصام، معانا دكتور جمال شعبان، معانا كل الناس الحلوه اللي عاوزه فعلا تغير في المجتمع. احنا وهو ملناش اي مصلحه، يعني اغلب اللي انت بتعمله واللي بتروحه واللي بتيجي فيه وطلبك للسبونسر شيب علشان الصرف على الحاجه مش لينا احنا، فعايزين الدعم. نتحرك كلنا مع بعض، الناس الجميله في نوايا، الناس الجميله في ايد مي، حاجات كتير قوي عشان نغير حاجه في مصر. لازم نبقى ايدينا في ايدين بعض ونشتغل مع بعض ونتحرك مع بعض. في حاجات كتيره، في مجهود كبير لازم نعمله، بس لازم نبتدي. وده اللي والله باخده من حماسك القوي والشديد من اول ما شفتك في كيدز اكسبو من كام سنه. اكتر من 5، كان 2017 2018 كيدز اكسبو. من ساعتها وانا شايفه في كل المجالات، افتح كل حاجه خال العيال. واول مره اعرف القصه بتاعت خال العيال دي. القصه اثرت فيا والله اللي انت قلتها، لان انت عن طريق رساله او تويته او لايف او حاجه تنقذ واحد. يعني هي حصلت معايا وبقت بتحصل اكتر كمان من الدكاتره اللي طالعين جديد. يعني انا لوحدي نفر، لكن لما يبقى في مثلا حوالي 10 او 20 دكتور موجودين على السوشيال دلوقتي بنفس الاتفاقيه او بنفس الحركات اللي انا بعملها، لا انت ممكن يبقى هاني عامل بوست، في حد تاني عامل فيديو، حد تالت عامل لايف، حد رابع عامل نصيحه، حد خامس داخل عامل بوست اسئله، حد تاني عامل فيديوز تانيه. فتخيل انت حضرتك اللي هو ايه، اللي هو وده اللي بيحصل في الالجوريزم بتاعت الفيس. تخيل انت حضرتك لما تيجي تفتح وتقول انا بدور على دكتور، تلاقي دكتور طالع لك كل الدكاتره نازلين ورا بعض في التايم لاين بالنسبه لك. طب انت تاني بتقول طب انا عايل سخونيه، تلاقي فتح جاب لك شركه وعامله دواء للحراره، وحد تاني عامل الفيتامين، وبعدين دكتور، وبعدين حد تاني عامل سيرفيس الفلانيه، وبعدين دكتور عامل سبونسر لعياده قريبه. فتخيل دي كلها وسعت المجال بحيث ان الكل مستفيد، بس بشرط انه يمسك التليفون بتاعه ويدور صح. مش مطلوب